بيبدأ فيلمنا مع شخص اسمه بن وهو بيحتفل بالهالوين وبيكون متنكر علشان يخوف الأطفال، وبيروح له بنتين علشان ياخدوا حلويات ولكنها بتكون رخيصة ومش حلوة وما بتعجبهمش، فبيخوفهم بن وبيقول لهم إنهم لازم ياخدوها. وبيدخل البيت وبيقفل الباب ولكن الباب بيخبط، ولما بيفتح بيكون شخص ضخم وبيعتقد بن إنه واحد متنكر بمناسبة الهالوين، ولما بيمدله ايديه بيحطله بين فيها الحلويات اللي معاه ولكنها ما بتعجبهوش وبيرميها على الارض، فبيتضايق بن وبيطرده من بيته، ولكنه بيدخل الازازة اللي بيشرب بن منها في دماغه وبيقتله. وبعد فترة بنشوف شاب اسمه تيم بيشتري قرع عسل لوالدته بمناسبة الهالوين، وبيتصل بيه ترامر صديقه وبيتفق معاه انهم هيتقابلوا بالليل علشان يحتفلوا مع باقي اصحابهم بعيد الهالوين. وبيشوف تيم قرع العسل مع جارهم بيقع منه، فبيقفل مع ترامر بسرعة وبيروح يساعده. وأول ما بيلمس الشنطة اللي معاه ايديه بتتملي دم، فهوسورن بيزعقله وبيكون هيخنقه، ولكن جارته كيلي بتزعقله فبيسيبه. ولما بيعتذر له تيم وبيقوله انه بس كان بيحاول يساعده، هوسورن بيقوله انه هيدفع تمن ازعاجه وبيسيبه وبيمشي. ولما بيرجع تيم البيت بيقابله والده وبيروح لهم ضابط شرطة اسمه ويز وبيسألهم لو كانوا شافوا اي حاجة مش طبيعية، لان في هجوم حصل على بيتين في نفس الحي، وانهم بيحاولوا يلاقوا اللي عمل كده قبل ما يعمل مشاكل اكتر، وبيطلب منهم يبلغوه لو لاحظوا اي حاجة مش طبيعية. ولما ويز بيمشي فريد بيقول لتيم ان عنده شغل اضافي، وبيعتذر له وبيطلب منه ما يخرجش مع اصحابه علشان يفضل مع والدته لانها تعبانة وخايف ان اي حد يضايقها، وبيديله الساعة بتاعته علشان تفكروا بمواعيد الأدوية بتاعتها، بيقوله إنهم فخورين بيه لأنه طول الوقت بيساعدهم، فبيوافق تيم. ولما بيدخل البيت بيتعصب على والدته لأنهم طول الوقت بيحملوه مسؤولية أكبر منه، ولما بيدرك إنه اتعصب عليها بيعتذر لها بسرعة وبيقول لها إنه ما يقصدش وإنه بس كان مضغوط، فبتقوله والدته إنها مش زعلانة وبتطلب منه يطلع الحلويات من الفرن، فبيسيبها تيم وبيروح يطلع الحلويات، ولما بيرجع بيلاقيها واقعة على الأرض وبتكون دخلت في نوبة صرع، فبيخاف وبيحاول يساعدها وبيكون هيتصل بالطوارئ ولكنها بتفوق، فبيساعدها تطلع أوضتها وبيديها الأدوية بتاعتها وبيسيبها تنام، وبيطلع ينام في الصالة وبيصحى على صوت تليفونه وبيكون ترامر بيتصل بيه، فبيعتذر له وبيقول له إنه مش هيخرج معاهم. وفي نفس الوقت ده بتكون الأخبار بتتكلم عن مجموعة من الحوادث اللي بتحصل في البيوت، وبتقول إن الشخص اللي اقتحم البيت بيسيب فيه علامة باللون الأحمر، وبيسأل تيم ترامر لو كان شاف أي حاجة غريبة، ولكن ترامر بيقوله أكيد اللي بيعمل كده مجموعة أطفال بيهزروا. بيخبط الباب في نفس الوقت اللي بتقول فيه المذيعة محدش يفتح الباب لشخص غريب، وبيخاف تيم وبيقرب من الباب بهدوء وبيفتحه بسرعة، ولكنه بيلاقي أطفال كتير فبيديلهم كل الحلويات اللي عندهم، وبيكمل كلامه مع ترامر وبيعرف منه إن دانيال البنت اللي معجب بيها خارجة معاهم، فبيطلب منه يسلم له عليها وبيقفل معاه، وبيطلع لوالدته وبتكون صحيت وزعلانة لأنها طول الوقت تعبانة، ولكن تيم بيقول لها انه هيفضل جنبها وهيهتم بيها وبيطلب منها ترتاح وتكمل نوم. وفي نفس الوقت ده بيكون اصحاب تيم قدام بيت هوسورن وبيحاولوا يعملوا فيه مقلب لانه بخيل وعصبي، وفجأة هوسورن بيفتح باب بيته وبيحط شنطة قدامه تخبه، ولما الباب بيتقفل دانيال بتقول انهم لازم يمشوا من هنا، ولكن نيد بيقول انهم لازم يشوفوا ايه في الشنطة دي، وبيقرر ترامر ان هو اللي هيروح يشوف جواها ايه، ولكن دانيال ومايا بيخافوا وبيمشوا. ولما بيروح ترامر ياخد الشنطة بيقع على الأرض، ولكنه بياخد الشنطة بسرعة وبيجري، وبيسمع هوسورن الصوت وبيطلع مع البندقية بتاعته، ولكن ترامر واصحابه بيجروا بسرعة، وبيكون تيم قاعد قدام البيت زهقان وموبايله فصل شحن، وفجأة بيشوف اتنين بيقربوا منه فبيخاف وبيدخل وبيقفل الباب، ولكنهم بيطلعوا أصحابه. ولما بيعرف اللي اصحابه عملوه بيقول لهم انه شاف نفس الشنطة مع هوسورن، محاول يساعده كان هيخنقه، وبيدخلوا البيت. ولما بيفتح ترامر الشنطة بيتفاجئ بأن جواها كلاب ميتة، وبيخافوا كلهم وبيقلقوا أكتر، وبيقلقوا لأن هوسورن شافهم وهم بياخدوا الشنطة، وبيرن تليفون نت من رقم ترامر ولا بيرد، بيكون هوسورن هو اللي بيتكلم، بيقول لهم إنهم لازم يرجعوا الشنطة وإلا هيقعوا في مشاكل كبيرة جدا، فبيطلب نت من تيم يوصلهم لبيته، وبيكون هوسورن لوحده، وفجأة بيسمع صوت غريب وبيخاف منه جدا وكأنه عارف هو صوت ايه. ولما بيوصلوا الأولاد بالعربية بيسمعوا صوت صراخ وبيشوفوا الرمز اللي ظهر في الأخبار على باب بيت هوسورن، وبينزلوا كلهم من العربية، وبيفضل تيم ودانيال في العربية لوحدهم، وبتكون العلامة اللي موجودة عليه مرسومة بالدم ولكنهم ما
وبيفتحوا الباب وبينادوا على هوثورن ولكن مفيش حد بيرد عليهم. وبتكون مايا هتتصل على التليفون ولكن بيسمعوا صوت من المخزن فبينزلوا وبيلاقي إسحاق كتاب غريب وبياخده وبيسمعوا صوت. ولما بيمشوا ورا الصوت بيلاقوا هوثورن ميت والتليفون موجود مكان دماغه فبيخافوا وبيجروا بسرعة وبيركبوا العربية وبيرجعوا البيت تم. بيكونوا مترددين يبلغوا الشرطة ولا لأ ولكن نيد بيرفض وبيقول إن محدش هيصدقهم ولكن ترامر بيقول إن بصماتهم موجودة في البيت. وبتتخانق مايا مع إسحاق لأنه أخد الكتاب معاه وبتسيبه وبتخرج من البيت. ولما بيخرج يصالحها بتمشي فبيروح وراها. ولما بيفتح ترامر الكتاب بيلاقيه بيتكلم عن أسطورة الإيوشي وبيكون مكتوب فيه إن كبار السن لازم يقدموا قربان في عيد الهالوين لكائنات الإيوشي علشان ما يأذوهمش. إنه لو ما عملش كده بيقتلوه وبيرسموا علامة على بيته بدمه علشان باقي الناس يخافوا من عقابهم. ولكن بيت بيتريق على الكتاب وبيقول إنه أكيد مش حقيقي وإن اللي قتل هوثورن أكيد جون صاحب الكلاب اللي قتلها أو إنه انتحر. وبره البيت في حد بيضرب إسحاق فبيقول لمايا تروح تطلب المساعدة بسرعة. وبيكون واحد من كائنات الإيوشي هو اللي هجم عليه وبيقطع دراعه وبيموته. وبترجع مايا للبيت بسرعة وبتقول لهم على اللي حصل ولكنهم ما بيصدقوهاش وبيخرجوا علشان يتأكدوا من كلامها. وفعلا بيلاقوا شخص ضخم واقف قدامهم وبيعتقدوا انه شخص متنكر وبيطلبوا منه يبطل هزار ولكنه بيطلع قلب إسحاق من جثته وبيرفعه ليهم علشان يشوفوه. فبيدخلوا البيت بسرعة وبتتصل دانيال بالطوارئ ولكنهم بيحطوها على الانتظار. وبيقرأ تيم الكتاب وبيقول إن الإيوشي لو حسوا بتهديد ما بيختفوش غير لما يتقدم ليهم قربان شخص بيحبوه. وبيفضل الإيوشي قدام البيت بيقطع في جثة إسحاق وبيقرروا يخرجوا علشان يبلغوا الشرطة. وبيكون تيم عاوز يصحي والدته وياخدها معاهم ولكن ترامر بيقوله يسيبها في البيت لأن الإيوشي مش عايزها هي. فبيوافق تيم ولما بيخرجوا بيلاقوا جثة تيم على العربية ولما بيركبوها العربية ما بتتحركش. وبيهجم الإيوشي عليهم وبيتصاب نيت في رجله وبيقدروا يرجعوا للبيت بصعوبة. وبيعالج تيم نيت وفي الوقت ده بيصدق نيت الكتاب وبيقول لهم إنهم لازم يضحوا بحد بيحبوها علشان الإيوشي يسيبهم يعيشوا. وبيقول لتيم إن والدته كده كده بتموت بسبب السرطان وما قدامهاش فترة طويلة ولكن تيم بيرفض كلامه فبيفضل نيت يقوله إنه لو ما عملش كده كلهم هيموتوا وبيحسسوه بالذنب. وبيديله سكينة وبيقوله إنه لو عمل كده هيرحمها من تعبها وهينقذهم في نفس الوقت. وبيفضل تيم يفكر وهو شايف الإيوشي قدام البيت. ولما بيطلع لوالدته بيكون متأثر بكلام نيت ولكنه بيفتكر كلام والده في آخر لحظة وما بيقدرش يقتلها. وبتصحى والدتكر إنه جوزها ولكن تيم إنه كان بيمن عليها وبيطلب منها تنام تاني. وبيرجع لاصحابه وبيقول لهم ان والدته بتكافح المرض كل يوم وانه مش هيقتلها. لكن نيد بيتخانق معاه وبيقول له انه اناني وما بيفكرش غير في نفسه. وبيقول لهم انه مش هيكون ضحية الإيوشي وبيهجم على دانيال وبيكون هيقتلها. وبيفضل يخنق فيها ولكن تيم بيضربه على دماغه وبيبعدوا عنها وبيسيبوه على الارض وبيفتح الباب وبيدخل الإيوشي فبيطلعوا من البيت. وبيفضل نيت لوحده وبيفضل يقول للإيوشي انه عارف هو عايز ايه. بيقول له انه هيقتل شخص وهيقدم له قربان. وبيشاور له على اصحابه اللي بيهربوا. بيكونوا بيوقفوا عربية معدية قدام البيت ولكنه بيفضل يخنق فيه وصار عظم رقبته وبيخنقه اكتر. ولما بيركبوا العربية بيكون السواق ولد اسمه ايان وبيكون ده تاني يوم يركب العربية فيه ومتوتر وبيحاولوا يتحرك انه بيفضل يتكلموا قالهم عاوزين يروحوا فين. وبيقرب الإيوشي منهم وهو بيسحب نيت وبيقتله بالصليب اللي موجود قدام البيت. وبيتحرك ايان بالعربية اخيرا ولكنه بيخبط قطة في الطريق وبيقف بالعربية وبيكون عاوز ينزل وبيحاولوا يمنعوه ولكنه بيقول انه لازم يصلح اللي حصل في العربية قبل ما يتحرك. وبيقول قريبين من المكان اللي أخدهم منه وممكن يرجعوا مشي. وبينزل من العربية علشان يصلحها فبيخافوا وبيسيبوه لوحده وبيروحوا يستخبوا في مخزن في بيت من البيوت اللي موجود عليها علامة الإيوشي. وبيقول لهم تيم إنه عنده خطة. وبيكون وز على الطريق وبيقابل عربية إيان وبيبلغ عنها. ولما بيدوروا على السواق بيلاقوه ميت. وبيروح الإيوشي للمخزن اللي استخبوا فيه وبيلاقي ترامر متعلق في حبل وبيمثل إنه ميت. وبيكون هيمشي وياخد جثته ولكنه بيوقعه على الأرض. وبترمي مايا بنزين عليه وبيرموا شمعة لترامر علشان يحرقه. وبتتحرق راسه فعلا وبيقع على الأرض وبيعتقدوا إنه مات. وبيمشوا بسرعة من المكان ولكنه بيهجم عليهم تاني بيقتل مايا. وبيجري وراهم وبيقع ترامر على الأرض وبيكون تيم عاوز يرجع يساعده ولكن دانيال بتقوله إنه خلاص معوش فرصة وبيقتلوا الإيوشي. وبيدخل تيم ودانيال الزرع وبيلاقوا جثث كتيرة حواليهم وبيستخبوا تحت الزرع.
وبيروح الإيوشي وراهم وبيرمي جثة ترامر جنبهم. ولما بيمشي تيم بيقول لدانيال إنهم لازم يهربوا، ولا بتقوله يمشي من غيرها لأن كسرت وهتكون بطيئة، فبيقول لها إنه هيشيلها وبيعترف لها إنه بيحبها. بيكون الإيوشي بيقرب منهم فبتقوله إن هي كمان بتحبه ولكنها بتخدعه وبتطعنه وبتقول لليوشي إنها ضحت. يوصل ويز للمكان وبيسمع صوت حركة داخل الزرع وبينادي علشان لو في حد موجود يساعده، وبتسمعه دانيال وبتطلب منه يساعدها بالطوارئ. وبيقول لدانيال تفضل تتكلم علشان بيكون باقي دقيقتين والهالوين ينتهي، فبتجري دانيال علشان تهرب وتحافظ على حياتها. ولكن الإيوشي بيجري وراها وبيقدر يوصل لها وبيخلص عليها قبل ما وبيفوق تيم وبيلاقي نفسه في عربية الإسعاف ووالده معاه، وبيعرف إن أصحابه كلهم ماتوا. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة، وبنتعلم منه إن مش أي حد يكون صاحبك. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا ايه الافلام اللي حابب اننا نلخصها لك.